كل سنة في الوقت ده ملايين من الناس بيحتفلوا بالمولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن محطات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أول ميلاده لحد نزول الوحي عليه. فيلا بينا نبدأ الحكاية بتبدأ قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وتحديدا في مكة لما جه أبرهة بجيش ضخم جدا وكان عايز يهدم الكعبة، فجاب مجموعة من الأفيال علشان يساعدوه في هدم الكعبة. ولما قربوا من مكة حاولوا توجيه الفيل ناحية الكعبة، لكنه ما كانش بيرضى يتحرك خالص، فكانوا بيوجهوه في أي حتة بيتحرك، إنما بيجي عند الكعبة ويفضل واقف مكانه ما بيتحركش علشان يجي أمر ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والكعبة ما اتهدمتش، وجيش أبرهة الحبشي انهزم بأمر من ربنا من خلال الطير. وفي عام الفيل اتولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي اتولد يتيم الأب، فأبوه عبد الله مات قبل ما يجي ابنه محمد عليه الصلاة والسلام. وعاش النبي مع أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها. وكان من عادة أهل مكة في الوقت ده إن هم بيبعتوا أولادهم الرضع للبادية، والبادية اللي هي الصحراء، علشان ينشأوا في بيئة أقوى ويتعلموا اللغة العربية الفصيحة، وفي نفس الوقت يبعدوا عن أجواء المدينة. فبعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام جت المرضعات من البادية، وكان من بينهم السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها، وهي اللي خدت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وراحت بيه للبادية. وعاش النبي عليه الصلاة والسلام فترة من طفولته مع السيدة حليمة السعدية، وبعد كده رجع لأمه، لكن طفولته ما كانتش سهلة خالص، فتوفت أمه وهو عنده 6 سنين علشان يتكفل بيه جده عبد المطلب، وبعدين جده بيموت وبيتكفل بيه عمه أبو طالب. ومرت السنين وكبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان مشهور بين أهل مكة بالصدق والأمانة وحسن الخلق وحسن المعاملة، لدرجة إن هم كانوا بيثقوا فيه وبيأتمنوه على فلوسهم. وفي مكة كان في سيدة ليها شأن عظيم جدا في الوقت ده، كان اسمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فكانت بتشتغل بالتجارة، وكانت بتستأجر الرجال إن هم ياخدوا تجارتها ويخرجوا بيهم بره البلد، وبعد كده يرجعوا لها بالفلوس اللي باعوا بيها التجارة دي. ولما سمعت عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعن صدقه وعن أمانته، عرضت عليه إن هو يشتغل معاها ويخرج بتجارتها للشام. وبعتت ساعتها معاه واحد من الصبيان اللي كانوا بيشتغلوا عندها، كان اسمه ميسرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه ميسرة في الشام، ولما رجعوا ميسرة اتكلم مع السيدة خديجة عن كل اللي شافه من النبي أثناء الرحلة من أمانة وحسن معاملة. وهنا بدأت قصة مختلفة تماما. تم الزواج بين السيدة خديجة رضي الله عنها وبين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والسيدة خديجة ما كانتش زوجة النبي وبس، دي كانت سنده وأمانه. ومرت السنين ووصل عمر النبي عليه الصلاة والسلام ل40 سنة، وفي السن ده بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحب حياة الخلوة. والخلوة هي إن الإنسان يقعد بعيد عن الناس يتعبد ويتفكر في كل الكون. فكان بيروح لغار حراء يتعبد ويتفكر. وفي يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في غار حراء، وفجأة نزل عليه الوحي وقال له اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ. وهنا حصلت حاجة غيرت التاريخ كله. نزلت أول آيات القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا بدأت الرسالة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجته السيدة خديجة وهو بيرتعش وبيقول لها زملوني زملوني، يعني غطيني غطيني. فطمنته السيدة خديجة رضي الله عنها وقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ربنا مش هيخزيك أبدا. وقعدت تتكلم معاه عن أخلاقه وعن أعماله، وإن أكيد اللي هو فيه ده خير ليه. والسيدة خديجة رضي الله عنها كان أول من آمن بالرسول وصدقه من النساء، أما سيدنا أبو بكر الصديق كان أول من آمن بالرسول وصدقه من الرجالة، وسيدنا علي بن أبي طالب كان أول من آمن بالرسول وصدقه من الصبيان. لكن الغار ما كانش نهاية الحكاية، دي كانت بداية الرحلة اللي كانت واحدة من أعظم الرحلات في التاريخ، رحلة الدعوة إلى الدين الإسلامي. صلوا على النبي، وربنا يجعل كل أيامنا خير وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين. كان معاكم إتش، سلام. كل عام وأمة محمد بألف خير، بمناسبة ميلاد خير الخلق والمرسلين، ميلاد أمة بأكملها المنارة التي أضاءت عتمة دروب، فصلوا على خير البشر.